عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه لا يتحقق النصر إلا على أيدي المتقين. عباد الله، قد يكون للباطل جولة ولأشياعه صولة، أما العاقبة فإنما هي للذين صبروا والذين هم مصلحون والذين هم على ربهم يتوكلون. فالأمة اليوم لا تريد الباكين العابسين المقطبين، بل تريد العباد المخلصين العاملين الدعاة المصلحين والمتفائلين، أطباء كانوا أو مهندسين. نريد من يعمل بإخلاص عملا دائبا وجهادا في سبيل نصرة الأمة وإخراجها من ضعفها ونشر رسالتها التي ملأت الكون حقا وعدلا وأمنا لقرون طوال. نريد من يقيم الدين بمعانيه الشاملة والكاملة في الاعتقاد والعمل والعبادة والأخلاق والآداب والسلوك والمعاملات. في أعقاب معركة اليرموك الشهيرة وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه المهزوم، وقف يسائلهم والمرارة تعتصر قلبه والغيظ يملأ صدره والحنق يكاد يذهب عقله. يقول لهم: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى أيها الملك. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر، بل نحن أكثر منهم في كل موطن. قال: فما بالكم إذا تنهزمون أمامهم؟ فأجابه شيخ من عظمائهم: إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصفون بينهم. هذه الخصال الرفيعة من جهاد وصوم وصلاة ووفاء بالعهد وإنصاف وغيرها هي التي انتقلت بأسلافنا تلك النقلة الضخمة من عتبات اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حيث الأرواح المتطلعة إلى السماء والنفوس السابحة في العلياء. هذه الخصال هي التي صنعت أبطالا لا كالأبطال ورجالا لا كالرجال، خطوا بدمائهم الزكية الصفحات الأولى من صفحات هذه الأمة. ولا زال عندنا ولله الحمد من أمثال هؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال، لذلك نحن متفائلون. ولا زالت الأمة رغم ما تعانيه تسطر صفحات من العز والثبات رغم كل المخاطر والتهديدات والخيانات. لا بد أن نعلم أن المقياس عند الله غير مقياس البشر، فالله يجعل من الضعف قوة ومن القلة كثرة. تأمل في قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. واسمع معي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعافها، بدعوتهم وصلاتهم وأخلاقهم. ننصر بذلك المسلم المقيد بالأغلال، المحبوس في الأقبية والمطارد في الجبال، الفاقد للسلاح، بدعوته وصلاته وإخلاصه ينصر الله هذه الأمة. تأمل: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. عباد الله، قد نرى القوة اليوم بيد أعدائنا والغلبة لهم في بعض الأمكنة، لكن لا ننسى أن الله هو المتصرف بهذا الكون، وعينه لا تغفل عن عباده المؤمنين، ولن يرضى لهم الذلة والقهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن، الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين. ومما يبعث على التفاؤل ويعيد الثقة في نفوس الأمة علمنا بأن الله يجعل في هذه الأمة في كل قرن سباقين في الخير لا يبالون بالمحن، يتأسى بهم الناس، كما في الحديث: في كل قرن من أمتي سابقون. ومن فضائل هذه الأمة ومن رحمة الله بها أن يبعث لها من يصحح لها المفاهيم ويسير بها على الجادة ويقودها إلى الهداية ويجدد لها أمر دينها. بشر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نعم عباد الله، فإما أن يأتي الفرج على أيدي السابقين، وإما أن يأتي على أيدي المجددين، والكرب لا يدوم. وربنا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. ولا حرج في قلة الأتباع، ولكن الحرج في التقصير في الأخذ بالأسباب.
عباد الله، المطلوب منا أن نتواصى بالصبر على البلاء والثبات إذا وقع القضاء، وأن نكون بشير خير ولا نكون نذير شر. المطلوب منا أن نقول للمتشائمين بعد طول انتظار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم حينما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته، فقال لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. المطلوب منا الثقة واليقين برب العالمين، والثقة التي يريدها الله منا هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمليا حين قال الله لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فألقته في اليم ولم تخف ولم تحزن، مع أن اليم خطير على الكبير، فكيف بالطفل الرضيع الصغير؟ فلما أراد الله أن يمضي قضاءه وقدره ويذل الطغاة والظالمين، جعل الله فرعون يربي موسى في قصره وأمام عينيه وهو لا يعلم أن هلاكه سوف يكون على يديه. وهكذا تجري عجائب قدر الله كما قال الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فإذا أراد الله أمرا أمضاه وسبب أسبابه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إن هذه الحرب المشبوبة والمعلنة على الإسلام لا تفقدنا الثقة في أن المستقبل لهذا الدين، فلقد صمد الإسلام على مر الدهور والعصور لما هو أعنف وأقسى من هذه الضربات والهجمات الوحشية التي توجه لمواكب الصحوة التي أغاضتهم في كل مكان، بل لقد واجههم الإسلام وانتصر وحافظ على الجماعات والأوطان وهو مجرد من السلاح. إن الإسلام هو الذي حمى الوطن الإسلامي في الشرق من هجمات التتار، ثم رد هجمات الصليبيين وردهم خائبين. إن الإسلام هو الذي صنع الأبطال الذين حققوا الانتصارات حمية للإسلام، فلقد صنع خالدا وابن تيمية وصلاح الدين، وصنع المظفر قطز والملك الناصر، وهو الذي صنع ابن عبد الوهاب الذي أرعبتهم دعوته الوهابية. والإسلام هو الذي كافح في الجزائر 150 عاما، وهو الذي حافظ على عروبة الجزائر المسلمة حتى بعد أن حطم الغزاة مقومات العروبة المتمثلة في اللغة والثقافة، فقام الإسلام يكافح الغزاة ويستعلي على الصليبيين ولا يحني رأسه لهم لأنهم أعداؤه. فأشعل الإسلام روح المقاومة التي قادها عبد الحميد بن بادس الذي صنعه الإسلام. والإسلام كذلك هو الذي قاوم الاحتلال في السودان في ثورة المهدي الكبير، وهو الذي كافح في برقة وطرابلس. ومن هنا خرج عمر المختار الباسل النبيل، شيخ كبير تجاوز 70 لكنه أتعب المحتلين. لا عجب، فلقد كان معلما للقرآن. إن الذي صنعه هو الإسلام الذي صنع الأبطال الآخرين. لقد كافح الإسلام وهو أعزل، لأن عنصر القوة كامن في طبيعته، كامن في بساطته ووضوحه وشموله وملائمته للفطرة البشرية وتلبيته إلى حاجات النفوس الحقيقية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن قوة الإسلام تكمن في استعلائه عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العباد، وفي رفض التلقي إلا من الله ورفض الخضوع إلا لله. روى ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض النجاشي ونحن 80 رجلا ومعنا جعفر بن أبي طالب، وبعثت قريش خلفنا عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص مع هدايا، فأتوه بها فقبلها وسجدوا له، فقالوا: إن قوما منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. فأرسل إليهم النجاشي فقال جعفر: لا يتكلم أحد منكم، أنا خطيبكم اليوم. فانتهوا إلى النجاشي فقال عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهوا إليه قال جعفر: زبرنا الرهبان، يعني نهرنا الرهبان، قائلين لنا اسجدوا للملك. فقال لهم جعفر: نحن لا نسجد إلا لله، نحن لا نسجد
إلا لله. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال جعفر: إن الله بعث فينا رسوله وهو الذي بشر به عيسى اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. الشاهد من الكلام: نحن لا نسجد إلا لله. الله أكبر. لسان حالهم: ولغير الله لا نحني الجباه، لا ولن نخضع إلا للإله، منه نرجو النصر وهو المرتجى، إنه خالقنا جل علاه، في سبيل الله نحيا ونموت، بحياة العز أو موت الفداء. وإذا ما هتف الداعي إلى نصرة الإسلام لبينا النداء. نعم عباد الله، إن قوة الإسلام تكمن في استعلائه بأهله مهما كانت الظروف والأحوال، لأن الله قال لأهل الإسلام: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من أجل هذه الخصائص يحاربه أعداؤه، لأنه أي الإسلام يقف لهم في الطريق، يبدد أحلامهم الاستعمارية الاستغلالية، ويمنعهم عن الطغيان والتأله في الأرض كما يريدون. من أجل هذا يطلقون على الإسلام حملات القمع والإبادة، كما يطلقون عليه حملات التشويه والخداع والتضليل، ويتهمون أهله بالإرهاب والتطرف والتشدد إلى غيرها من الاتهامات الباطلة. يريدون أن يستبدلوا بالإسلام قيما أخرى وتصورات أخرى لا تمت إلى الإسلام المناضل العنيد بصلة لا من قريب ولا من بعيد. يريدون أن تستريح الصهيونية العالمية وشريكتها الصليبية من هذا المناضل العنيد الذي كلما ظنوا أنهم قدروا عليه عاد إليهم بقوة ومن جديد. وصدق الله حين أخبرنا عنهم وعن أعوانهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن يقيننا الذي لا يتزعزع أبدا هو أن المستقبل لهذا الدين، لذلك نحن متفائلون ومستبشرون. فالبشرية في حاجة الإسلام، والإسلام ليس في حاجة أحد. فالبشرية في حاجة الإسلام، والإسلام ليس في حاجة أحد. ولسنا في حاجة لتأكيد هذه الحقيقة. إن معرفتنا بالحق الذي معنا ومعرفتنا بالباطل الذي يدعونا إليه هي التي تجعلنا على ثقة ويقين أن العاقبة للمتقين. كما يجب أن نعلم أن جميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب، ومن كان الله حربا عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه، كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يكفينا من البشارات قول رب الأرض والسماوات: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. يكفينا من البشارات تلك البشرى العظيمة في حديث تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. لكن قبل أن يتحقق الوعد ويتحقق الانتصار لا بد أن نعلم أن أمامنا كفاحا مريرا شاقا طويلا حتى ننقذ هذه البشرية من وسط هذا الركام والضياع. أما رأيتم الذين يسجدون لغير الله؟ وحتى نكون أهلا للانتصار لا بد أن نستعد بأن نرتفع إلى مستوى هذا الدين، نرتفع إلى مستواه في حقيقة إيماننا بالله وفي حقيقة معرفتنا بالله، فإننا لن نؤمن به حق الإيمان حتى نعرفه حق المعرفة. ولا بد أن نرتفع بمستوى عبادتنا لله، لا بد أن نرتفع بمستوى وعينا بما حولنا وبالأخطار التي تهددنا. إنه كفاح مرير وكفاح طويل، لكنه كفاح بصير وكفاح أصيل، والله معنا ولن يترنا أعمالنا.
من أجل كل الذي قلنا وذكرنا نحن متفائلون. من أجل كل الذي قلنا وذكرنا نحن متفائلون أن العاقبة للمتقين وأن النصر للمؤمنين. أخيرا عباد الله، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 من الناس لا خير فيهم، فقال: 3 لا تسأل عنهم، فذكر منهم: ورجل في شك من أمر الله، وقانط من رحمة الله. لذلك فإن الأمة التي نخرها الشك ونهشها القنوط لا يرجى خيرها ما لم تستعد الثقة واليقين وتحسن الظن برب العالمين. فحسن الظن هو المصباح الوهاج في ظل اشتداد ليل المشكلات. واعلموا عباد الله أن الذي يقرر المصير هو الله وليس فلان أو فلان، فمقاليد الأمور بيد الله يقلبها كيف يشاء، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. واعلم أن ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للغثاء أن يذهب جفاء، ولا بد لما ينفع الناس أن يمكث في الأرض، ويمضي قدر رب العالمين في أن تكون العاقبة للمتقين. والأيام دول بين الناس، وشأن البشر الصعود والنزول. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا، المهم أنها تقوم يوما ما، وتلك سنة كونية، وهذا اليوم آت لا محالة إذا توفرت الأسباب، والعاقبة للمتقين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا، وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين.